الناس الكل. مرحبا بكم. باش نحكيو كيفاش واحد ينجم يتعلم الانجلي، معناها يوصل نيفو محترم في الانجليزية، معناها يوصل ينجم يتواصل مع العباد، يفهم العباد، ينجم يقرا ارتيكل، ينجم يثير يحسن مستواه بالكتاب. باهي، باش نعطي شوية ورق اللي هما معناها نقولو نحنا كبداية. أول حاجة ما تبديش بالقواعد، يعني نقولو نحنا اهتمامك بالقواعد 100%. حاول خذ الأساسيات اللي هما باش تتعامل بيها وتكتب بيها شوية، يعني قواعد أساسية: الماضي والحاضر والاستماع. تتعلم أنا كيفاش تسمع، تبدأ بشوي بشوية، يعني نقولو نحنا تحط أفلام، تحاول تطيح في الريتم، يعني نقولو نحنا وتسمع، تعاود هالجملة ذيك، تحاول تدخل المثال، تترجم الكلمة ذيك، تشوف قلنا تحاول تشوف مصادر تاع الترجمة بيه. تنحط لكم مصدر اللوطة متاع الترجمة، تلقاوها في الديسكريبشن، تدخل تشوف، تسمع. نقولو نحنا ديما تتفرج، تسمع، تعود ودنيك على السمع، تولي تتكلم، تفهم يعني كيفاش تقال الكلمة دي، كيفاش تصرف بها كذا. حاجة الثانية انك تحاول تقرأ تزارة ارتيكل، قصص كذا، باش تحسن يعني نقولو نحنا الفوكابولير متاعك، يعني متاع بصفة عامة، فهمتني. تولي تنجم اللي تقراه وتسمع، تنجم مثال تولي تنجم تكتب، وتولي تنجم تفهم تاعي. شوية قواعد، شوية سمع، شوية تقرأ تفهم. المرحلة اللي بعدها تولي تقرأ في الثقافات، يعني الثقافة متاعهم كيفاش، مثال الكلمات العامية متاعهم، كيفاش يعيشوا، يعني الحاجات هذيك اللي هي باش تخليك يعني تنجم تفتح مواضيع أكثر مع الناس اللي تعيش في الدول هذيك، يعني تعرف ثقافتهم، تنجم يعني تحل موضوع، تحكي لهم مثال على عيد الجمهورية متاعهم، ولا تحكي لهم على الطقس، ولا فهمت، يعني تنجم تحل معاهم يعني مواضيع. بس حليت معاهم موضوع وصلت درجة باهية معناها، فهمت. والحاجة المهمة انك مش لازم تفهم كل شيء، خاطر راهو بحر، ومتقولش راني معناها تعلمت، راني كل يوم عباد تتعلم معناها كتلوج انت على حاجة بيرفكت راهو صعيبة برشا. المهم توصل كل يوم تحسن، الهدف متاعك انك كل يوم تحسن في المستوى متاعك. إيه؟ أول شي الحوار بصفة عامة. الحوار هو سؤال وجواب، يعني تتعلم كيفاش تركب سؤال تتصل بيه أي شخص، تتعلم تجاوب. يعني نقولوا من الأول تعلم أنك قلل ودل، يعني تكون الإجابة متاعك مختصرة، فيها برشا معاني وفيها برشا رسائل، فهمتني، الرسائل. باهي، المرحلة هذه مرحلة ممتازة. تنتقل من بعد شنو، تبدأ مخك يفكر باهي.